قال البخاري عليه رحمة الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءهم رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وفي الحديث يؤخذ منه أنه إذا احتاج السائل أن يسأل العالم على مثل هذه الحالة جاز له ذلك، ولا يقدح ذلك في السائل، هذا في حدود الحاجة. وإلا الأصل أن السائل يختار الوقت المناسب أن يسأل العالم فيه. فإذا رآه مثلا راكبا على دابة أو على سيارة، يعني هذا أنه خارج لحاجته أو خارج للسفر، فلا يعترض طريقه للسؤال. لكن لو غلبت عليه الحاجة وكان السؤال مضطرا إليه ويعلم أنه ربما لا يلقى المفتي، جاز له أن يسأله على تلك الحالة. أما إذا انتفت الحاجة فيكره أن يسأل المفتي وهو على هذه الحال. وكان العلماء قديما عاملوا بعض السائلين الذين لا يختارون الوقت المناسب معاملة خاصة، كما ذكروا في ترجمة يحيى بن معين عليه رحمة الله أنه جاءه رجل فقال: يا إمام، حدثني بحديث أذكرك به فإني على عجل، إني مستعجل، فحدثني بحديث أذكرك به. قال يحيى بن معين: اذكرني إذ طلبتني فمنعتك، اذكرني إذ طلبتني فمنعتك. رأى يحيى بن معين عليه رحمة الله أن هذا سوء أدب مع العالم، وأن هذا لا ينبغي من السائل أن يقوله، كأنه يقول: حدثني وقل لي شيئا فإني مستعجل وذاهب، وهذا فيه سوء أدب. فقال له: اذكرني إذ طلبتني فمنعتك. أما في حالة الحاجة فلا بأس أن يعترض السائل المفتي ليجيبه.